يلا في الشتا ده بقى كده عايزين ناكل حاجة تدفينا، ومفيش احسن من ان انا اكل حاجة مسكرة. بس هعملها بسيطة وما تكونش مكلفة قوي. هاتي كده نص كيلو جلاش، وتعالي اقولك نعمله ازاي. اول حاجة، انا الجلاش زي ما احنا اتفقنا قبل كده انا بجيبه من عند يعني بتاع الفطاطري تقريبا، مش بجيب اللي هو المتلج اللي في اكياس جاهز ده. بتبقى الورقة صبحة وحلوة وتعرفي تشتغلي فيها براحتك. هعمل ايه بقى؟ هجيب كل 3 ورقات على بعض، مش هدهن ورقة ورقة، لا هيكونوا ال3 ورقات على بعض. بعد كده هجيب سمنة اكون مسيحاها، وهدهن الورق كده. طبعا في 2 تحت ودي التالتة فوق اهي، هي اللي بدهنها بس من فوق كده. بعد كده لما ادهنها كويس هجيب الطروف اطبقها على بعض، يعني زي ما تكوني مثلا بتطبقي منديل او بطانية، واخده بالك اهو بالشكل ده كده، الطرف ده كده والطرف ده كده. برضو هدهنه كويس بالسمنة كده، وتقدري بزبدة او سمنة عادي مش مشكلة يعني. بعد كده بعد ما دهنت الطرفين برضو هاخدها من اليمة التانية اهو، واتنيها كده، واليمة التانية قصادها برضو بالشكل ده وادهنها. طبعا هيكون فاضل الحتة اللي تحت كده، فهجيب طبق بقى واقلبها، واقلب حتة الجلاش دي وادهنها من تحت بالشكل ده كده. طعمها جميل جدا وخفيفة ويعني ايه، ما بتاخدش وقت، وزي ما بقولك مش مكلفة. هو يدوب بس النص كيلو الجلاش كده، على شوية لبن، على مسحتين سمنة، مش هتبقى مكلفة ان شاء الله يعني، وهتبقي عملتي حاجة حلوة للولاد وكده. هعمل معاكم كمان مرة هوت، برضو جبت 3 وحدات فوق بعض وهدهنهم كده اهو كويس. وبعدين ادهن الطروف، يعني اتني الطروف واعملها. اي حد مبتدئ عايز يعمل حاجة حلوة هيعملها بكل سهولة. بعد كده بقى هتني الطروف بتاعتها كويس قصاد بعض اهوت برضو، وادهنها، واكون حاطه الجريل على النار او اي طاسة يعني، عشان احمر عليها الجلاش. مش بيبقى بقى الطاسة محتاجة ان انت تدهنيها اي حاجة، لان هو الجلاش بيبقى عليه سمنة كتير. بس انا جيت كده الفرشة كان فيها بقايا بقى كده اللي انا دهنه بيه، فقمت مسحاه كده وخلاص، يعني نزلت اللي في الفرشه يعني. بعد كده التسوية هتكون على نار متوسطة. لو عملتيها على نار واطية قوي هتنشفه كده ويبقى مش حلو. لو عملتيه على نار عالية هيقوم واخد لون من تحت، وهو اللي مستواش من جوه، ويبقى نفسه زي العجين شوية. فاعمليه على نار متوسطة. بشوفه كده هو تلاقيته ابتدى يحمر، فهقلبه ياخد حرارة الجريل كلها، وبعدين اقلبيه على اليمة التانية. كل جهة كده تقريبا خدت لها يجي دقيقتين 2 على نار متوسطة. هشيلها بقى في قلب طبق كده، واعمل كل الكمية الباقية. تقدري بمنديل تشيلي البقايا اللي واقعة دي كده من الجلاش، عشان بتبقى تتحروق يعني، وشيليها بمنديل. خلصت كل الكمية هيت وانا عماله اقول لكم امسحوا بمنديل، نسيت ان انا امسح الجريل بمنديل، فلما حطيت اللبن اهو تلاقوا فيه حاجات محروقة صغيرة كده مكان الجلاش. هحاول اشيلها. المهم ديت كانت كوباية لبن، وحطيت عليها 3 معالق سكر. السكر حسب الرغبة، انا ما بحبش الحاجة المسكرة يعني، الحلويات ما بحبش اسكرها قوي، فالسكر ده بتاعك انتي. هسيبه بقى يغلي كده او يسخن قوي يعني، وكنت كمان حاطه رشة فانيليا. هقطع الجلاش بالشكل ده كده مربعات، او شكل السمبوسة كده مثلثات، اي حاجة بتحبيه واي شكل تفضليه يعني. هقطعه كده ويكون اللبن بتاعي سخن خالص. هحطه عليه بقى كده وهو سخن عشان يشربه. وحطيت على الطبق التاني انا مش هحط عليه كتير، علشان الولاد عايزين يحطوا عليه صوصات يعني شوكولاتة او كراميل او كده. طعمها جميل، كانت عايزة بس شوية مكسرات كده او شوية زبيب كانت تكمل. طعمها جميل وكليها دافية كده جميلة. اللي انا ما حطيتش عليها لبن كتير كده، حطيت عليها هي صوص شوكولاتة وكمان شوية كراميل. فالولاد حبوها يعني، انا بصراحة حبيت اللي عليها اللبن بس. طعمها تحفة وخفيفة وسهلة، جربوها هتعجبكم ان شاء الله.